تقريبا نص المتداولين هيزعلوا من اللي هقوله ده، بس اغلب الناس اللي بتتعلم تحليل فني كويس عمرها ما تكسب من التداول، وده مش لان تحليلهم غلط، لكن المشكله كلها في دماغك وانت جوه الصفقه، وده اللي بيخلي المتداول الخسران ينام مرتاح، لكن اللي كسب حرفيا ما بينامش، لانك لما تخسر بيبقى خلاص الموضوع منتهي، لكن لما تطلع من الصفقه كسبان ساعتها عقلك بيدخل في صراع، وتفضل تسال اقفل الصفقه دلوقتي ولا اسيبها تكمل؟ طب افرض قفلتها والسعر كمل، ولا سيبها والسعر ممكن يرجع؟ وساعتها الضغط النفسي هيقسم دماغك نصين، نص هيقول لك اهدى انت كسبان ما تتوترش، والنص التاني بيقول لك خلي بالك لحسن المكسب اللي معاك ده هيطير. لو انت بتحس بكده فانت واحد من المتداولين اللي غالبا بيقفلوا الصفقه بدري او بيسيبوا الخساره تكبر. وعلشان كده لازم تفهم حاجه مهمه جدا، السوق مش بيكسب اللي تحليله اقوى، السوق بيروح للي محدد 3 حاجات من الاول: هتدخل منين، وهتخرج بخساره منين، وهتاخد الربح فين. ولما تدخل الصفقه قرار الخروج يكون بالخطه مش بالمشاعر، لان اللحظه اللي بتبدا تسمع فيها صوت الخوف او الطمع جوه دماغك هي اللحظه اللي اغلب المتداولين بيغلطوا فيها، زي بالظبط اللي حصل معايا في بداية بعد ما قعدت سنين اتعلم من مدارس التحليل والاستراتيجيات، لكن بسبب التوتر والطمع كنت بخسر. شفت بعيني متداولين تحليلهم ابسط مني بكتير، لكن لانه كان متحكم في نفسه وهو جوه الصفقه كان بيطلع كسبان. ساعتها فهمت ان المشكله مش في التحليل، المشكله في اللي بيحصل جوه دماغك وانت بتتداول.